نفسي اصلا اخرج بره كلمه تشطيب سوبر لوكس، تشطيب لوكس، تشطيب مش عارف المتر بكام يا باشمهندس؟ نفسي المتر خلاص يا التشطيب جماعه، بكام؟ احنا داخلين على 2024، في ديزاين بيتحط، الديزاين ده بيتم تسعيره بناء على خامات موجوده في السوق بسعر سوق النهارده، وبيتم تنفيذه على هذا الاساس، وبيحل مشاكل. الديزاين معمول عشان نحل مشاكل حضرتك لما تيجي تشتري، مش عشان اسلمك منظومه خامات معينه مبهمه في العقود، رخام مستورد، رخام محلي، حضرتك ذكرت ان هو ايه، ترابيعه عامله ازاي، تفاصيله ايه، كل ده مش مذكور ولا هيبقى مذكور. حضرتك مضطر تستلم وحاطط دم قلبك وما عندكش استعداد تصرف تاني على البيت، فبتقبله كده از اتيز وخلاص، وتقوم جاي فارش. فبتعيش وان شاء الله بعد كده الفتره اللي جايه احاول اجدد في دلوقتي. ستاندرد بقى طول عمرك انت فرضوا عليك الديفلوبر، مهما انت كنت ثقافيا عايز تنفتح، محدش مديلك الفرصه انك تنفتح وانك توصل لمرحله ان انت تكون طب ما انا ممكن اطلب الواد ده عادي على فكره، نص تشطيب عادي، 3/4 تشطيب. على حسب هو المطور قبل ولا لا. بالظبط، وده على فكره هيكون افضل لك، هيكون افضل لك كتير، بس هو النهارده على حسب انت بقى هتدفع ثمن ايه وهتاخد قصاده ايه. هي القصه في كده. اغلب المشاريع والكلمه الدارجه اللي احنا بنسمعها، انا جبت المهندس بعد ما استلمت شقتي متشطبه من الشركه وكسرها لي وعملها لي من اول وجديد. دي كلمه كلنا بنسمعها. طب ليه؟ احنا ليه بنعمل كده؟ ليه بنوصل للمرحله دي؟ احنا لما بنيجي ندخل الفراغ وندخل البيت بنلاقي كم مشاكل فظيعه، سواء في الكواليتي او سواء في احتياجات الناس اللي هتسكن في البيت اللي ما درستش. انا كديفلوبر بتحاول تحل دلوقتي. انا ببدا احل بقى بعد ما يكون اتحط خامات واتشطب خلاص واتعمل بتضطر تعيد تاني التفاصيل من اول وجديد. تاني من اول وجديد، فدي دبل وورك، دبل تايم، خساره فلوس، حاجات كتير.